السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا احنا بقى رمضان والترندات اللي نازله في رمضان، ومن ضمن الترندات اللي نازله دي اللي هي المكثوفه. عملوا المكشوفه وقالوا ما نعمل المكثوفه، فقلنا ما نجرب بقى دلوقتي المكثوفه مع بعضنا ونشوف كده الوصفه دي تستاهل التجربه ولا لا، وتستاهل الترند اللي معمول عليها دي ولا لا. بص، عايزه اقول لكم ما شاء الله هي بتتباع غالي، يعني بسعر غريب جدا كده ما شاء الله. يعني انا لقيتها مكتوب كده على النت ان سعرها 600 حاجة و50 جنيه كده، مش فاهمة ليه يعني، ومش عارفة ليه ده، يعني ده أقل من نص كيلو كنافة. كمان عملنا مع بعض كده الفوانيس القمر دي، شايفين ما شاء الله كده، دي كنافة كده بالكريمة تحفة جدا. تعالوا بقى نشوف هنعمل المكثوفة بتاعتنا دي ازاي، وهنعملها بايه، وتستحق كده ان احنا فعلا نجربها زي ما قلنا ولا لا. شايفين بقى هوريكم دلوقتي حاجة تاخد كده اللي بصوا، يعني تاخد القلب كده. شايفين ما شاء الله كده بركان كده من الصوص من صوص التوفي ومع الشوكولاتة. تعالى نشوف هنعمل الجمال ده مع بعض ازاي. تعالوا بس قبل ما نخش على الوصفة بتاعتنا، يا ريت ما ننساش اللايك والشير وتفعيل الجرس. تعالوا نسمي بسم الله. احنا كان معانا نص كيلو من الكنافة، احنا مش هناخد النص كيلو كنافة كله كمان يعني، بس هنعمل نص كيلو من الكنافه. انا كده فركتها كويس جدا كده ونعمتها كويس، ونزلت عليها بمعلقتين سكر بودر وقلبتهم. هنا بقى صينيه او حله كده على النار، نزلت فيها بحوالي كوبايه الا ربع من السمنه او كوبايه الا ربع من الزبده او خليط بين السمنه والزبده زي ما انتوا عايزين. بس طبعا بصراحه ربنا يعني، هي لما بتبقى سمنه بلدي بتبقى بصوا حاجه كده يعني اللهم بارك، طعمها وريحه ما فيش احسن من كده. تمام كده. انا فضلت ان انا احمصها على النار، ممكن تحمصيها في الفرن بس على النار احسن كده. بس هي يعني عشان للامانه بتاخد وقت طويل جدا على النار، وايدك كمان فيها علشان خاطر ما تاخدش لون اكتر من اللون. لكن احنا عايزين بص يعني ما تاخدش جنب وجنب، احنا لازم كلها تبقى كلها لون ذهبي كده، لون موحد. عشان كده بنقول لكم لازم تكون ايدكم فيها باستمرار. تمام. بعد ما خلصناه كده واديتنا اللون الذهبي، طفينا عليها النار ونزلنا عليها بمعلقتين سيرب تقيل او عسل نحله. وعندك هنا بقى دلوقتي معانا البوله بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، انا حطيت فيها كده استريتش. شايفين كده ده الاستريتش شايفينه قدامكم اهو. وهجيب هنا بقى بوله في النص كده وهحطها في نص البوله بتاعتنا، بوله صغيره احطها في نص البوله بتاعتنا كده، شايفين كده. وابتدي بقى احط الكنافه بتاعتنا اللي احنا حمرناها كده، اسكنها كده داير ما يدور البوله الكبيره كده، وداير ما يدور كمان. شايفين كده البوله الصغيره بتاعتنا كده من النص المجوفه كده، احنا مش هنحط عليها. تمام. زي ما انتم شايفينها كده. خلاص كده يعني بقى في التلاجة دلوقتي شويه بقى، وتعالى نعمل الحشوه بتاعتها. الحشوه بتاعتنا كانت عباره عن ايه بقى دلوقتي؟ هنعمل اول الكيكه الاول بتاعتها دي برضك من ضمن الحشوه. كوبايه ونص من الدقيق، كوبايه من السكر، كوبايه الا ربع من اللبن الدافي، نص كوبايه كاكاو، معلقه بيكنج باودر، نص معلقه كربونات الصودا، ورشه ملح. تمام. ومعانا كيس من الفانيليا، ومعانا زي ما انتوا شايفين كده ربع كوبايه من الزيت ومعلقه من الخل. انتوا زي ما انتوا شايفين احنا نزلنا بكل المواد الجافه على بعضها كده، هنقلبهم مع بعض وهركنهم على جنب، وهنشوف هنعمل بقى الكيكه مع بعضنا. وكان معانا كمان بضايه، هي بضايه واحده بس، هنعمل الكيكه بضايه واحده. تمام. هنا بقى معانا بوله كده زي ما انتوا شايفين، كسرت فيها البيضه وهنزل عليها بالفانيليا، وهقلبها كويس كده بالمضرب، ونحط معاها معلقه الخل وبالماء والسكر، وهنضرب كل ده مع بعضه. اول ما السكر يبتدي يتجانس معانا واللون يفتح معانا كده، على طول هنزل معانا كده زي ما انتم شايفين هنا دلوقتي بالزيت. هنزل بحوالي ربع كوبايه من الزيت، وهنزل بكوبايه الا ربع لبن الدافي، وهضربهم بالمضرب كويس جدا. وهبتدي دلوقتي ان انا انزل بالدقيق او باللي عليه المواد الجافه كلها كده، على كده، يعني على دفعات كده. مش هنزل بالكميه كلها مره واحده، شويه بشويه كده. زي ما انتم شايفين القوام يبقى سميك زي ما انتم شايفينه كده. انا هظبط كده البوله بتاعتنا بالسباتة، هلم كل الجناب. وزي ما انتم شايفين بقى، هاجي بقى دلوقتي تاني بعد ما خلاص ضربتهم مع بعض، هاجي بقى بنص كوبايه من اللبن المغلي. ايوه لازم يكون لبن مغلي مع التقليب المستمر. انتوا هتشوفوا دلوقتي ان الكيكه بتاعتنا، خليط الكيكه بتاعنا خفيف، لا بس عشان اللبن سخن. زي ما انتم شايفين كده، نزلنا كده في قلب صينيه مدهونه، وطبعا الفرن مولعينه من بدري، يعني من حوالي 5 دقايق كده. ودخلنا بقى بصينيه الكيكه على الرف الوسطاني، هنعمل الحشوه التانيه، وهي عباره عن كوبايه من الكريمه اللباني السايله، او كوبايه من كريمه المتحده، عليها معلقتين باستري. وزي ما انتم شايفين كده نزلنا عليها بكوبايتين من الميه المتلجه او اللبن المتلج. انا نزلت عليها بكوبايتين ميه متلجه، وهضربها كويس جدا مع بعض. عليهم كمان 3 معالق من السكر وكيس من الفانيليا، هضربهم مع بعض. شايفين ما شاء الله كريمه المتحده يعني بتفور معانا كده وبترمي معانا
معانا كميه محترمه. شايفين خلصناها كده. شايفين الكيكه 20 دقيقه في الفرن طلعت ما شاء الله بالجمال اللي انتوا شايفينه دون. شايفين طريه وهشه جدا، مع انها هي بيضايه واحده ما شاء الله يعني. هنا بوله صغيره نزلت عليها صفرين من البيض، صفرين بس مش بياض، ونزلت عليها بمعلقتين كبار سكر وفانيليا، وبضربهم مع بعض كده كويس لحد اللون ما يفتح. هنزل عليهم بحوالي ربع كوبايه من اللبن المغلي، ومع الضرب طبعا كده عشان خاطر البيض ما يستويش معانا. شايفين هو ده القوام كده. هنا بقى كوبايه كبيره لبن على النار، وهي اللبن بيسخن كده على النار بنزل عليه بالخليط اللي احنا عملناه دون اللي احنا دوبناه، وادي ايدي فيه على طول لحد ما الاقي الخليط كده يعني كله اندمج معانا. بعد كده هنزل عليه بمعلقه كبيره من القشطه. هنزل عليه كمان كان معايا معلقه كبيره ربع كوبايه من الكريم اللباني السايله، هنزل عليها وهنزل معاها بنص كوبايه شوكولاته، وكان معايا كمان حوالي 4 معالق من صوص الشوكولاته هنزل بيهم كده وهقلبهم على النار لحد ما الصوص ما يتقل معانا شويه كده. هسيبه بقى لحد ما يبرد معانا. ولحد ما يبرد معانا تعالوا نشوف دلوقتي بقى احنا هنعمل بقى الفوانيس بتاعتنا الجميله القمر دي. شكلها حلو جدا. معانا هنا الكنافه زي ما انتم شايفين. بنزل الاول تحت كده في القاع تحت بالكريمه، وبعد كده بحط الكنافه، وبعد كده بحط فراوله، او لو عندك مانجا حطي مانجا زي ما انت عايزه. وزي ما انتم شايفين كده انا بعمل طبقات من الكنافه والمانجا، من الكنافه والفراوله والكريمه، طبقات طبقات كده، كل طبقه بعد التانية زي ما انتم شايفين. وبعد ما اخلص خالص كده هزين الوش بتاعها واغطيها. شكلها تحفه جدا. لو عندك ضيوف جميله جدا جدا تشرفك كده، ولو كمان ما فيش ضيوف لاولادك كده شكلها حلو جدا احسن من الاطباق. شايفين ما شاء الله. وكمان يعني هي مناسبه جدا علشان خاطر رمضان. شكلها تحفه جدا. شايفين يعني لو حد عندكم بيبيع ولا اي حاجه جيبوا اشتروها يعني، وخلوها قدموا فيها حلويات رمضان، او كمان يا مش رمضان برضو جميل جدا جدا على سفرتكم. تمام كده احنا خلاص بقى الكميه بتاعتنا. تعالوا بقى نشوف الحشوه بتاعتنا. دي خليط الشوكولاته بعد ما برد معانا في التلاجة. انها الكريمه انا شلت نص الكريمه عشان الكريمه كانت هتبقى كتير جدا، ونزلت عليها بكميه مناسبه من صوص الشوكولاته. وكل ما بنصب شويه بنضرب بالمضرب. بعد ما نخلص كده شويه من الشوكولاته شيبس هنقلبهم مع بعض كده. وزي ما انتم شايفين هنعمل هنا بقى دلوقتي صوص الكراميل. معانا هنا حلة على النار نزلنا فيها بكوباية من السكر وهدينا النار عليها. مش هنمد ايدينا خالص عليها خالص لحد ما نبتدي زي ما انتم شايفين كده الجناب تسيح معانا كده السكر. ساعتها بقى نبتدي ان احنا نقلب فيها لحد ما تفك معانا خالص تبقى سايلة كده. واول ما تسيب معانا هننزل عليها بمكعب من الزبدة. وكمان لو عندك قشطه هنزل عليها كمان بمكعب من القشطه. زي ما انتم شايفين كده الكاميرا كانت فصلت، انا ما خدتش خالص بالي خالص انها فصلت. نزلت عليها بكوبايه من اللبن المغلي، كوبايه من اللبن المغلي، حشت منها ربع كوبايه. قلبت فيها معلقه نشا ودوبت فيها وايدي فيها لحد ما ادينا السمك المطلوب. وشكرا. زي ما انتم شايفين هنا كده انا قلبتها زي ما انتم شايفين كده. نزلت فيها كده بقطعه من الكيكه قد البوله اللي احنا كنا قلبينها في قلب البوله الكبيره. عفوا. وبعد كده نزلت بالكريمه بتاعتنا زي ما انتم شايفين، وغطيتها بالكنافه بتاعتنا، واغطيها زي ما انتم شايفين بس كده بالكيس بتاعنا، واحطها في التلاجة بقى شويه كده. بعد كده هطلعها بقى. انا هحاول ان انا اطلعها كده بالراحه عشان خاطر ما تتكسرش معانا. هنا بقى الفجوه اللي فوق دي بقى اللي هنزل فيها دلوقتي بصوص الطفي بتاعنا. شايفين كده ما شاء الله شويه شوكليت شيبس كده للتزيين. ودي بقى غطيناها بحته الشوكولاته، قطعه الشوكولاته دي بقى غطيناها عشان يتقال عليها المكثوف. ما هي مكثوفه بقى ولازم نغطيها علشان خاطر ما تبقاش ايه مكثوفه. تمام كده. هي عشان كده سموها مكشوفه يعني. بس زيناها كده بصوص طوفي وبصوص شوكولاته زي ما انتم شايفين كده. وتعالوا بقى دلوقتي نشوف من جوه كده بقى. ونيجي اللي بقى بص عايزه اقول لكم بصوا يعني الفقره زي ما بيقولوا كده اللي بتوجع القلب كده لما بتشوف الشوكولاته. شايفين ما شاء الله. شوف بصوا بحاجه تاخد العقل كده يا جماعه والله. مش قادره اقول لكم بقى. شايفين يعني شكل تحفه جدا وطعم مش قادره اقول لكم عليه. جربوا الوصفه فعلا فعلا تستحق ان احنا نجربها. تحفه جدا اللهم بارك يعني. بصوا بركان من صوص الكراميل مع جوه مع الكيك مع صوص الشوكولاته مع صوص الكريم، حاجه كده ما شاء الله ما شاء الله. والفوانيس القمر دي تحفه جدا جدا. جربوها برضو هتعجبكم وتعجب اولادكم جدا وتعجب ضيوفكم كمان. تمام. لو عجبتكم الوصفه بتاعتنا ما تنسوناش في اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مننا كل اشعاراتنا بكل فيديوهاتنا الجديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.